تفرفش شويه، عايز تضحك شويه، عايز تسلي نفسك شويه، فبتروح قايم عامل لك كوبايه شاي، تمام، وفاتح التلفزيون. تفتح التلفزيون يا باشا، تسمع لك فيلم كويس، فيلم كوميدي لعادل امام، محمد هنيدي، احمد حلمي، تمام، او بتجيب مسرحيه وبتسمعها وبتضحك وتضيع وقتك وتنبسط وتفرفش والدنيا تمام. هتقولي بتقول لي كده؟ هقول لك يا سيدي، انت كان ممكن تفتح برضو نفس التلفزيون، تمام، وتجيب اي قناه مصريه بتعرض برامج للكوره والرياضه في مصر، وافتح اي برنامج واقعد قدامه، صدقني هتضحك وتتبسط ومزاجك هيبقى عالي وهتضيع وقتك، وهتضحك ضحك مش هتضحكوا في مسرحيات عادل امام ولا افلام محمد هنيدي. ليه بقى؟ اغلبيه البرامج دلوقتي شغاله على ايه؟ بعمل استوديو محترم، استوديو نظيف، حاجه كويسه، ديكور، كاميرات، خش يا باشا، مذيع وبدل واطقم كويسه، 3 4 ضيوف، وينزلوا طحن في بعض ساعه ونص في كل حاجه. طحن بقى ازاي؟ اللي عنده كلمه يقولها، واللي يقول رايه كده يخبط كلمه وخلاص، اهم حاجه ان انا هنرفز اللي قاعد قدامي وهبوظ الدنيا، هقول كلام غير منطقي وكلام ما حصلش، وهدي ارقام عاليه في اي حاجه. يعني لو الاهلي اشترى لاعب ب5 مليون مثلا، يعني هقول الاهلي اشترى ب18 مليون، الفرقه الملياريه، وهقول واخبط وخلاص من غير ما افهم حتى القوانين واللوائح. لو لائحه مثلا اتحاد الكوره بتقول كذا كذا، تمام، انا لا، انا مش عارف ايه، خلاص يا عم اللائحه بتقول كده، لا لا انا مفيش الكلام ده، لا يا باشا مفيش لائحه، يا عم انت قريت اللائحه؟ لا مفيش. ده ايه؟ صحفي محترم وتعليم وحصل يعني على دارس صحافه واعلام، وانت نفسك كمشاهد مش مصدق ان ده فكره. يعني هو لو فكره بالطريقه دي، ازاي وصل للمكانه دي؟ ان هو ممكن يكون صحفي مثلا او كذا او كذا، كل احترامنا، يعني احترامنا للصحفيين، يعني مؤسسه وكبيره وحاجه محترمه يعني، وفيها قامات بصراحه. بس هو ازاي بفكره كده وصل انه يكون مثلا رئيس تحرير مجله مش عارف ايه، او رئيس تحرير موقع كذا، مع انه بيقول كلام غير منطقي وغير عقلاني بصراحه. والانواع دي من الناس او من الاعلاميين واللي بيطلعوا كده كتير قوي، كتير قوي، وبقى لها فتره، بقى لها سنين يعني احنا بنعاني منها. فانا كمشجع للاهلي مثلا، او مشجعين الزمالك، او مشجعين الاسماعيلي، او مشجعين اي فرقه في مصر، انا كمشجع المفروض افتح برنامج واشوف الاعلامي واشوف الجماعه الضيوف